السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء في قناتكم المخصصة لمتابعة كل جديد عن أحوال الطقس في بلادنا المغرب. بداية، نذكركم أن دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب هو أكبر دافع لنا للاستمرار وتقديم محتوى يومي أكثر دقة وفائدة. فكون معنا دائما، فالدعم منكم هو الطاقة التي نحتمي بها أمام هذه التغيرات الجوية المتسارعة. متابعين الكرام، أجواء هذا اليوم اتسمت بمرور سحب متفاوتة الكثافة على مناطق عديدة من البلاد، بعضها حمل زخات متفرقة خصوصا في الأقاليم الشمالية والمرتفعات. كما لاحظنا انخفاضا نسبيا في درجات الحرارة بالمقارنة مع الأيام الماضية، حيث مالت الأجواء إلى الاعتدال خلال النهار والبرودة الواضحة مع ساعات الليل والصباح الباكر. أما الرياح فقد تراوحت بين معتدلا وقوية نسبيا في بعض السواحل، وهو ما ساهم في إثارة بعض الزوابع المحلية خاصة في المناطق المكشوفة. أما بخصوص يوم غد، فالتوقعات تشير إلى استمرار تمركز سحب كثيفا في سماء الشمال والوسط، مع احتمال نزول زخات مطرية متفرقة قد تكون أحيانا رعدية فوق المرتفعات الجبلية والمناطق المجاورة لها. هذه السحب سترافقها رياح معتدلة إلى قوية في بعض الفترات، خصوصا بالسواحل الأطلسية، ما يستدعي من مستعملي الطرق والبحر توخي المزيد من الحيطة والحذر. وبالموازاة مع ذلك، ستبقى الأجواء أكثر استقرارا في الأقاليم الجنوبية والشرقية، حيث السماء ستكون غالبا صافية أو قليلة السحب، مع أجواء تميل إلى الدفء النسبي خلال النهار. درجات الحرارة خلال الغد ستعرف بعض التباين. الأقاليم الشمالية ستسجل أجواء باردة نوعا ما صباحا، ترتفع نسبيا عند الظهيرة، لكنها تبقى دون المعدلات المعتادة. أما المناطق الداخلية فستتراوح أجواؤها بين معتدلة ودافئة قليلا، في حين ستبقى الأقاليم الجنوبية الأكثر دفئا بفعل الانفتاح على التيارات الصحراوية. وبالنسبة للأيام المقبلة، فالتوقعات الأولية تفيد باستمرار اضطراب الأجواء على فترات، حيث ستظل بعض السحب الأطلسية تعبر أجواء البلاد بين الحين والآخر، محملة بأمطار متفرقة في الشمال والوسط، خاصة خلال منتصف الأسبوع. هذا الاضطراب سيمنح الفلاحة والغطاء النباتي دفعة إيجابية، لكنه في المقابل قد يسبب بعض الصعوبات لمستعملي الطرق بفعل الانزلاقات المحتملة وضعف الرؤية أثناء التساقطات. أما الأقاليم الجنوبية فمن المنتظر أن تستمر تحت تأثير أجواء مستقرة وصافية إلى حد كبير، مع هبوب رياح محلية ناشطة بين الفينة والأخرى. الرياح خلال الأيام المقبلة ستكون عنصرا بارزا، حيث ستنشط في الفترات الزوالية على طول السواحل الأطلسية، مما قد يؤدي إلى اضطراب حالة البحر وارتفاع الموج في بعض المناطق. ولهذا نوجه تنبيها خاصا لإخواننا الصيادين ومرتادي البحر بضرورة أخذ هذه التحذيرات بعين الاعتبار. أما داخل البلاد فستكون الرياح أحيانا قوية بالسهول والمرتفعات، خصوصا مع اقتراب أي اضطراب جوي. إذن متابعين الكرام، نحن أمام أجواء متقلبة نسبيا خلال هذه الفترة، تتراوح بين لحظات استقرار وصفاء وفترات سحب وأمطار ورياح. ومن هنا نؤكد مرة أخرى على أهمية متابعة نشراتنا اليومية أولا بأول، حتى تكونوا دائما على علم بالتفاصيل الدقيقة والمستجدات العاجلة. ولا تنسوا أن دعمكم بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو هو السبيل لبقاء هذه القناة في خدمتكم. نختم بالتذكير أن الطقس بطبيعته متغير، وما نقدمه لكم هو توقعات مبنية على أحدث المعطيات المتوفرة، وقد يطرأ تعديل عليها حسب تطور الأنظمة الجوية. لذلك ندعوكم للبقاء معنا يوميا لمعرفة الجديد، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم واقتراحاتكم، فهي تهمنا وتشجعنا على تحسين المحتوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.